أنا اسمي ياسين، طالب في سنة تانية جامعة قسم آثار، واللي هاحكيه النهاردة مش قصة من تأليفي ولا من خيالي، دي قصة حقيقية حصلت لي من حوالي سنتين، ومش قادر لحد النهاردة أنساها. يمكن لأني أول مرة في حياتي أحس إني مش لوحدي، أقصد مش لوحدي في المكان. كان عندي امتحان عملي في المتحف والكلية كانت قافلة المحاضرات أسبوع، فقلت أروح أذاكر في حتة هادية. ساعتها افتكرت إن إحنا عندنا بيت في البلد بتاع خالي رمضان. خالي كان عايش فيه لوحده، بيت قديم كده على أطراف البلد وسط مزارع. بعد ما مات البيت بقى فاضي، محدش بيروح له. كلمت أمي وقلت لها: ماما أنا هروح أقعد يومين في بيت خالي رمضان أذاكر هناك. ماما سكتت لحظة كده وقالت لي: ماشي، بس خد بالك من نفسك ونام وانت مقفل الأبواب والشبابيك كويس. ضحكت وقلت لها: ليه يعني، هو في عفاريت؟ قالت لي: مش عفاريت، بس هو دايما كان بيقول إنه مش لوحده. ضحكت تاني وقلت لها: ماشي يا ماما، حاضر. وصلت البلد بعد المغرب كده بشوية. الشوارع ضلمة، مفيش غيري يعتبر في الشارع، وما كانش فيه إلا عمود نور واحد وكان مطفي، وبيت خالي رمضان كان في آخر بيت في البلد. دخلت من البوابة الحديد القديمة اللي صوتها بيصرخ كل ما يتفتح. أول ما دخلت حسيت بحاجة غريبة، مش خوف، بس البيت كأنه بيتنفس كده. البيت كان دور واحد، أوضتين وصالة صغيرين كده ومطبخ وحمام، وكان في بير مية في الجنينة اللي ورا. دخلت البيت وفتحت النور. مفيش حاجة غريبة، بس في نفس الوقت كل حاجة غريبة. التراب مغطي البيت كله والسقف فيه شروخ، لكن اللي شدني قوي صورة خالي اللي على الحيطة، عينه كأنها بتبصلي. حطيت شنطتي في الأوضة وطلعت، قعدت على الكنبة وفتحت اللابتوب وبدأت أذاكر. الهدوء كان غريب لدرجة إنك ممكن تسمع دقات قلبك وأنت قاعد. وأنا بألف في الورق سمعت صوت غريب، صوت تخبيط في المطبخ. قمت مشيت ناحية المطبخ، ما لقيتش حاجة. رجعت قعدت تاني، بعد دقيقة سمعت نفس الصوت، بس كان أقرب المرة دي، كان جاي من ناحية الحيطة. رحت على الحيطة وحطيت ودني على الحيطة، لقيت الصوت جاي من جواها، زي ما يكون حد بيخبط جوه الحيطة. قلت يمكن فيران ولا حاجة بما إننا في أراضي زراعية. اتجاهلت الموضوع، بس وأنا راجع لمحت حاجة عند البلكونة، في شخص واقف بيبصلي من ورا الشيش. جريت فتحت البلكونة، ما لقيتش حد. رجعت جوه وأنا قلبي بيدق بسرعة. قفلت الشباك كويس وكل الأبواب ورجعت تاني قدام كتابي. بس اللي حصل الساعة 2 بالليل كان البداية. صحيت على صوت حد بينادي عليا: ياسين، يا ياسين. الصوت جاي من الجنينة اللي ورا عند البير. فتحت الشباك وشفت نور خفيف كده كأنه نور فانوس صغير، وصوت اتكرر: يا ياسين تعالى، يا ياسين تعالى. قفلت الشباك بسرعة وقلبي وقع في رجليا. مين بيناديني وازاي عرف اسمي؟ البيت فاضي اصلا مفهوش حد. نمت بالعافية ودماغي فيها مليون سؤال. بس تاني يوم لما صحيت لقيت ورقة صغيرة تحت الباب. الورقة كانت قديمة قوي، كأنها مش مكتوبة من يوم ولا من يومين. ورق أصفر قديم قوي، أكنها بقالها سنين مكتوبة. أنا وقفت مكاني حرفيا، الجو بقى بارد والعرق بدأ ينزل مني من كل حتة. والتفكير في دماغي: مين كتب الورقة دي؟ ويقصد إيه برجعت لنا؟ أنا أصلا لسه واصل امبارح. مفيش حد معايا في الشقة. أخدت الورقة وحطيتها في الشنطة وقلت مش هقول لحد، جايز حد بيهزر معايا من أهل القرية. نزلت أجيب فطار، وأنا ماشي لقيت راجل كبير واقف عند دكان صغير كده بيبصلي كده بنظرات غريبة. قربت منه وقلت له: صباح الخير يا حاج. ما ردش عليا، بس فضل باصص لي. قلت له: أنا قاعد في بيت خالي رمضان، أنت عارفه؟ ساعتها وشه اتغير وبص لتحت وقال لي: رمضان أنت قريبه؟ قلت له: أيوه، أنا ابن أخته. قال لي: كان راجل طيب، بس يا عيني مات لوحده، كان بيكلم نفسه كتير في الأواخر. كانوا بيقولوا إنه بيشوف حاجات غريبة. رجعت البيت وأنا قلقان أكتر. دخلت البيت، بس أول ما دخلت شميت ريحة بخور، ريحة بخور جامدة أوي. دخلت أدور في الشقة، لقيت طبق صغير محطوط تحت السرير، جواه فحمة مولعة، وريحة البخور قوية أوي. بس أنا ما ولعتش حاجة، أنا صحيت الصبح وخرجت ولسه راجع أهو. سحبت الطبق من تحت السرير ورميته في الزبالة. بس وأنا راجع لمحت حاجة غريبة ورا الإزاز بتاع أوضة خالي. الستارة كانت بتتحرك، أكن في حد واقف وراها. قربت بالراحة وشديت الستارة، مفيش حد، بس في حاجة كانت مستنياني على مكتب خالي. نفس الورقة، نفس الورقة اللي حطيتها في الشنطة، بس المرة دي كان فيها سطر زيادة مكتوب: انت جاي تعمل ايه؟ انا بقيت مرعوب. قعدت في الصالة ماسك الورقة حاسس ان في حد بيراقبني. قررت اهدى واشغل قرآن وبدأت اذاكر رغم اني مش مركز في المذاكرة خالص. الساعة جت 1 الظهر كده، سمعت صوت الباب الخلفي بتاع الجنينة بيترزع. جريت عليه لقيته مفتوح.
بس الغريب إن في آثار رجلين طالعة من البير متجهة على البيت. جريت أجيب الموبايل بسرعة أصورهم، بس في ثانية كأن الأرض بلعتهم، التراب بقى ناعم ولا كأن في حاجة كانت هنا. الليل دخل وأنا قررت أقفل كل حاجة وأنام. بس وأنا على السرير حسيت بحاجة بتتحرك فوق الدولاب. فتحت كشاف الموبايل، مفيش حاجة برضه. طفيت النور تاني والسقف بدأ يعمل صوت أكن حد بيخبط فوق. اتنطرت من على السرير، وشي كان ناحية الباب. لقيت الباب بيتفتح بالراحة، ولقيت حد ماشي بالراحة داخل على الأوضة. ده مش بني آدم، دي هي. في اللحظة اللي شفتها فيها حسيت إني اتشليت، ولا عارف أقوم ولا عارف أصرخ. شفت بنت داخلة عليا، عينيها سودا وشعرها مبلول، وشعرها لازق على رقبتها كأنها لسه طالعة من البير اللي بره. دخلت عليا بخطوات بطيئة، وسامع صوت رجلها وهي بتمشي على السيراميك، وصوت المية وهي بتنقط من هدومها على الأرض. وقفت قدامي وبصت لي كأنها بتفتكرني، وسمعت صوتها جوه وداني، مش بتتكلم، بتهمس جوه وداني: لسه بدري يا ياسين، انت جيت بدري. غمضت عيني من الخوف وبدأت أقرأ قرآن بصوت عالي، ولما فتحت عيني ما لقيتهاش. قمت جري، فتحت كل أنوار البيت ومسكت شنطتي وقررت أمشي فورا. بس البيبان ما كانتش راضية تفتح، ولا الشبابيك، ولا حتى الشباك الصغير اللي في الحمام. كل حاجة اتقفلت عليا فجأة، كأن البيت مش عايز نخرج. عدت الليلة دي على أعصابي، قاعد في الصالة ماسك المصحف والموبايل في إيدي، بس الشبكة فاصلة. الساعة بقت حوالي 3 بالليل. سمعت صوت خطوات تانية، بس المرة دي خطوات كتير، مش شخص واحد، أكتر من شخص. حسيت الأرض بتتهز تحت رجلي، كأن في ناس كتير بتتحرك حواليا وماشيين ناحية الأوضة. ولما بصيت ناحية الأوضة ما لقيتش حد، وفجأة لقيت صورة خالي اللي على الحيطة وقعت على الأرض على وشها. بصيت عليها لقيت حاجة مكتوبة ورا بالقلم الرصاص، مكتوب: لو رجعت لهم ما تفتحش البير. البير مش مية، البير بوابة. وقفت مكاني، جسمي كله متجمد. بوابة؟ بوابة ايه؟ ورجعت لهم؟ يعني ايه؟ انا اصلا عملت ايه؟ لكن عقلي بدأ يربط. انا جيت البيت ده، نمت فيه، ولمست حاجات ما كانش ينفع المفروض المسها: الورقة وطبق البخور والبير. انا فعلا رجعت حاجة كانت نايمة. قعدت على الارض وحاولت اجمع نفسي شوية، بس سمعت حاجة تانية خلتني انهار. في صوت من ورا الباب اللي بيطلع على الجنينة، صوت بنت بتضحك ضحكة واطية، وبعديها صوت واحد بيقول: رمضان وعدنا، قال لما يموت حد من دمه هيكمل. ورجعت لنا يا ياسين، رجعت لنا. فتحت الباب بالراحة وبصيت على الجنينة. لقيت البير منور، نور أزرق طالع من جواه، وحوالين البير في 3 أجسام واقفين، مش باين ملامحهم، بس باين إنهم مش بشر، طوال قوي وصوت نفسهم عالي. أنا قفلت الباب بسرعة وجريت جوه الأوضة. قفلت باب الأوضة ووقفت بظهري ورا الباب، وبدأت أسمع تاني خبط خفيف على الحيطة، زي اللي حصل لي في أول يوم ما جيت. بس المرة دي الخبط بيقرب، وبعديها الصوت جه تاني بيقول لي: ما تخافش، لسه هنلعب كتير. انا اغمى عليا، صحيت تاني يوم مفزوع على خبط جامد، بس المرة دي مش على الحيطة، على الارض. صوت جاي من تحت البلاط. قربت ودني من الارض ولقيت صوت بيهمس بيقول لي: افتح البير، افتح البير يا ياسين. مسكت الموبايل وقررت اصور اللي بيحصل لي، بس لما فتحت الكاميرا لقيت وشي مش باين. الكاميرا شايفة الأوضة وشايفة السرير وشايفة كل حاجة إلا أنا واقف قصادها بس مش باين. ساعتها اتأكدت إن في حاجة غلط فيا أنا كمان. مشيت ناحية الصالة، لقيت باب الجنينة مفتوح لوحده، والهوا بيخبط الباب في الحيطة كأنه بينده عليا. طلعت مشيت ناحية البير، لقيت نضارة على الأرض، نفس النضارة اللي كان خالي لابسها وهو بيموت. أنا كنت شايفه بيها اليوم ده. إزاي وصلت هنا؟ هو مات جوه البيت مش في الجنينة. بس لما رفعت وشي لقيت حاجة غريبة: غطا البير مفتوح، مع إني متأكد إني كنت شايفه مقفول. قربت من البير وبصيت جواه، لقيت ضلمة قوية، لكن في حاجة بتتحرك تحت، كأن في ظل بيتحرك، وصوت نفس تقيل طالع من تحت. رجعت ورا بسرعة، بس وأنا راجع وقعت على ظهري، ولقيت خالي رمضان في وشي، بس مش هو اللي أنا كنت أعرفه. كان واقف قدامي منور بنور البير، وشه شاحب، عينه مفتوحة على الآخر. قال لي بصوت بس مش صوته: أنا غلطان، كنت فاكر إن أقدر أتحكم فيهم، بس هما اللي سيطروا عليا. أنا فتحت البير، كنت بدور على عالم تاني، بس اللي لقيته كان أقدم من البشر. مد إيده ومسك دراعي، وأول ما لمسني شفت اللي هو شايفه، كأني جواه في نفس الليلة اللي مات فيها، واقف قدام البير والسما مغيمة، وبيقرأ حاجات بصوت عالي، كلمات مش مفهومة، لغة غريبة.
وأول ما خلص البير نور وخرج منه أجسام غريبة كده لونها رمادي ضلها أطول من جسمهم ووشوشهم ما فيهاش ملامح. رجعت الوعي فجأة وصرخت فيه: انت رجعتهم ليه؟ كنت فاكر اني هستخدمهم، لكن هما اللي استخدموني، وانت جيت وانت من دمي، وانت اللي هتكمل اللي انا بدأته. بصيت له وعناية مليانة رعب، قلت له انا مش زيك، انا همشي. قال لي مش هتعرف، البيت قفل عليك مش عشان يحميك، عشان يحتفظ بيك. وفجأة اختفى، وسمعت صوت في الصالة تاني، الناس اللي بتمشي وضحك أطفال وصوت خطوات بتقرب عليا. رجعت أجري جوه البيت، لكن الحيطة كانت بتتنفس. أيوة كنت شايفها، الحيطة نفسها بتتحرك كأنها جلد بيتنفس. دخلت أوضة خالي، لقيت مكتب قديم مفتوح وجواه كراسة سودا مكتوب عليها مذكرات رمضان عبد الحفيظ. فتحتها وأول صفحة كان مكتوب فيها، فتحت الكراسة والورق بيتهز في إيدي. كنت حاسس إني ماسك مفتاح لعالم تاني، عالم غريب ساكن جواه البيت ده من سنين. بدأت أقرأ أول صفحة، كان في رسالة مكتوبة بخط إيد خالي، كان مكتوب بحروف غريبة أكنها لغة قديمة. وبعد كام سطر بدأت الكلمات تبان. كان مكتوب: البيت ده مش بيت عادي، ده باب، باب لعالم ما بين الحياة والموت. البير مش مية، البير بوابة. قلبت الصفحة لقيت مذكرات بتشرح اللي حصل لخالي. كان كاتب إنه بيشتغل على اكتشاف أثري في الصحراء، ولقى حاجة غريبة مدفونة تحت الأرض. لقى كتاب مكتوب بلغة مش مفهومة. لما فتحه دخل عالم مش طبيعي، بقى بيشوف أرواح وكائنات غريبة مش موجودة في العالم بتاعنا. وخالي حاول كتير يقفل الباب ده، مش بتتقفل بالساهل. وفي الصفحة اللي بعديها كان في تفاصيل عن الكائنات اللي بيشوفها، اللي طلعت من البير. كان كاتب إن أجسامهم رمادية وأطوالهم مش متناسقة، وملهمش وش واضح، بيجذبوا الناس بقوتهم ويحتفظوا بأرواحهم، ولازم حد من العيلة يقف قدامهم. وفجأة لقيت البيت بيتهز والهوا بره صوته بقى عالي جدا. وفي آخر صفحة كان في خريطة مرسومة بالإيد بتوصف مكان البير تحت الجنينة، وكان في علامات غريبة وحاجات مكتوبة بخط صغير. وفي آخر الصفحة كان خالي كاتب: لو وصلت للمرحلة الخطر دي استخدم الحاجات دي، الملح والقرآن والنار. وقتها سمعت صوت قوي جاي من تحت الأرض. رميت الكراسة على الأرض وجريت ناحية الباب، بس الباب اتقفل لوحده تاني. كنت حاسس إن خلاص اللي جاي مش هزار. البيت ده، الجنينة، البير، خالي رمضان، والأصوات اللي طول الأيام دي بتهاجمني، كانوا قاعدين مستنين اللحظة دي، اللحظة اللي هقف قدامهم فيها. وأنا واقف قدام الباب بحاول أفتحه سمعت صوت انفجار والباب اتفتح لوحده. جبت ملح من المطبخ حطيته في شنطتي وطلعت وقفت قدام البير. لقيت النور الأزرق طالع من جوه البير، بس المرة دي كان قوي قوي كأنه بيفتح بوابة لعالم تاني. ولقيت صوت خالي رمضان في وداني بيقول لي: يا ياسين لازم تستخدم الملح والقرآن والنار، دول سلاحك الوحيد في المعركة. مديت ايدي في الشنطة اللي كنت مجهزها من أول اليوم وطلعت كيس ملح وولاعة ومصحف. بدأت أرش الملح حوالين البير كله. فتحت المصحف وقعدت أقرأ قرآن بصوت عالي. لقيت الهوا زاد وعمل دوامات كتير، وفجأة طلعت الكائنات الرمادية دي من تحت الأرض، وسامع صوت نفسهم عالي قوي والهوا بقى بيخبط في كل حتة في البيت. مسكت خشبة بالأرض وولعتها بالولاعة وقاعد أقرأ قرآن بصوت عالي. الكائنات دي صوتها بدأ يعلى قوي أكنها بتصرخ. وفجأة ظهر خالي رمضان جنبي وقعد يقول لي: خليك ثابت وإلا هيغلبوك ويموتوك. استمريت في قراءة القرآن بصوت عالي، وكل كلمة من القرآن كانت بتخفي جزء منهم، وهم كل شوية قاعدين يختفوا في دخان اسود تقيل. والبيت كان شكله بيتحول قدامي، والأصوات البعيدة بدأت تختفي والهدوء بدأ يرجع شوية بشوية. وبعد ما الأمور هدت خالي رمضان ظهر قدامي ولقيته مبتسم وبيقول لي: انت خلصت اللي انا ما قدرتش اخلصه، البيت بقى امان والبوابة اتقفلت للأبد. بس قال لي: خليك دايما حذر، العالم ده مش لعب عيال، البوابة ممكن تتفتح تاني لو اتكرر اللي أنا عملته. وبكده كل حاجة هديت، بس جوايا كنت عارف إن الرعب دايما ممكن يرجع في أي لحظة. بس دلوقتي أنا مستعد أواجهه. ودي حكايتي مع بيت خالي رمضان. بيت ما كانش مجرد بيت، ده كان بوابة العالم مش من دنيتنا. وربنا يستر علينا وعلى كل اللي دخلوا البيت ده.